بصراحة أنا شايف إن الكلاب أوفر أوي، مش مستاهلة الحب ده. يعني إيه واحد يسيب أكله وصحابه ويموت نفسه على كلب؟ دول في الآخر مجرد حيوانات، مش أكتر من كده. خلوني أقول لكم شوية عادات غريبة عند الكلاب يمكن تخليكم تبصوا ليهم بطريقة مختلفة. الكلاب بتحلم زي البشر، ساعات وهي نايمة بتلاقيها بتهز رجليها أو تعمل صوت كأنها بتجري في المنام. عندها قدرة خارقة على الشم. تتخيل إن أنف الكلب أقوى من أنف الإنسان بحوالي 40 مرة. كمان الكلاب بتحس بالوقت، يعني لو بتأكل كلبك كل يوم الساعة 7 هتلاقيه واقف مستنيك كل يوم قبلها بدقايق. الغريب إن الكلاب ممكن تضحك، عندهم تعبير بالوش بيبين إنهم مبسوطين وبيضحكوا. والأغرب الكلاب بتحاول ساعات تقلد أصحابها في التصرفات، زي طريقة المشي أو حتى المود. بصراحة الكلاب مش مجرد حيوانات أليفة، دول كائنات عندهم ولاء وذكاء يخلوك تحترمهم. وعشان لو عندك كلب أو ناوي تجيب واحد هديك نصايح تحاول تمشي عليها. لازم تخرجه يتمشى كل كام يوم. الكلب من غير رياضة بيتعب نفسيا وجسديا. حاول تديله تدريب بسيط على الطاعة، زي اقعد، تعالى، استنى. ده بيخلي العلاقة بينك وبينه أقوى. خد بالك من أكله، مش كل حاجة ينفع ياكلها، زي الشوكولاتة والحلويات ممكن يكونوا خطر جدا عليه. لازم تهتم بالزيارة البيطرية كل فترة عشان تطعيماته وصحته. وأهم نصيحة، عامله بحب واهتمام، لأنه هيبادلك نفس الإحساس أضعاف. بعد كل ده لسه شايفين إن الكلاب مجرد حيوانات عادية، ولا ممكن يكونوا أصدقاء أوفى من البشر؟ دلوقتي قولولي في الكومنتات، لو عندك كلب ايه اغرب عادة بتعملها معاه وبتضحك عليها؟ ما تنسوش تعملوا فولو ولايك، ولو عاوزين تشوفوا حاجات اكتر عني اعملوا لي فولو في المكان التاني. اشوفكم الفيديو الجاي.